هنا سؤال يقول أن بعض الطلبة يشكك باستفاضة أهلية بعض العلماء المشتغلين جرحا وتعديلا في هذه الأزمان. نعم، ومثل لهم بشيخنا العلامة الشيخ ربيع حفظه الله. على كل حال، التشكيك في أهلية بعض أهل العلم في هذا المقام هو من قديم، فالنظر ليس فقط إلى هذه المنقولات عن بعض العلماء المعاصرين، ونحن قد أجبنا فيما مضى عمن أراد غلق باب الكلام في أهل الأهواء من المعاصرين، وهو باب من أبواب الجرح والتعديل من أهل الأهواء أو في أهل الأهواء، وقلنا هذا الباب لا يمكن غلقه، وقد أبناه وأظهرناه بما أظن أنه يكفي ويشفي. لكن التشكيك في الأهلية، هل أنت أهل للتشكيك؟ انظر، يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وسبق أن تكلمت في مسألة ظالمة جائر أهلها الناطقين بها ممن يتكلم في مثل هذه الأوقات عن أن بعض أهل العلم، أو بدأ يقسم أن بعض أهل العلم متشدد وآخر يقول متعقل. أظن أجبنا عن هذه المسألة في شرحنا على النخبة، بل بعضهم تجاوز حتى ما عرف أن يضبط اللفظة، فيقول أحدهم مندفع والآخر متعقل. ما في علم الجرح والتعديل مندفع ولا متعقل، لأن المندفع يدل على الجنون والتهور وعدم العلم وعدم الروية وغير ذلك، ولا يوجد متعقل. علماء الجرح والتعديل من سالف العصر إلى حديثه كلهم عقلاء، عندهم من العقل والدين ما يمنعهم أن يتكلموا في الناس بهوى واضح وعن غير تثبت وغير دراية. فهل أنت أهل لهذا التقييم بغض النظر عن فلان أو علان من أهل العلم؟ هل أنت أهل لهذا التقييم؟ هل تعرف أسباب التقييم وكيف يقوم؟ فلان متشدد، فلان غير مؤهل، فلان مؤهل. هل أنت من أهله أم أنك اقتفيت ما لا علم لك له به؟ والله جل وعز قد نهى: ولا تقف ما ليس لك به علم. اتق الله، ينبغي للناس أن تتقي الله جل وعز. قل لي بربك، كونه علم من العلماء وهو بحق حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمن شيخنا الشيخ ربيع، إذا ما وقع منه قول خالفه غيره من أهل العلم، خالفه غيره من أهل العلم والفضل، نحن نرجع إلى القاعدة: أما هذه القواعد ندرسها أو لا ندرسها، أم هي فقط مكتوبات؟ إلا إذا كان الناظر في هذه المسألة يرى أن هذا الباب قد أغلق، فهذا نقول قد جنى على نفسه وقد جنت على نفسها براقش. أما إن كان أن الباب لم يغلق وأنه باق، وهذا هو الحق، أنه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحديث الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وتحذير وقول ذلك الشاب وهو من أهل المدينة: أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ازددت بك إلا كفرا، خير دال وشاهد على أن هذا المنهج باق، وهو الكلام والبيان والتحذير والرد بعلم وعدل، بعلم وعدل. فإذا ما خولف نظر في هذه المخالفة: هل الحجة مع المخالف أو مع الشيخ أو غيره؟ هذا الكلام قسه على كل من تكلم إن كان أهلا للكلام.
واضح؟ أما أن نهمل هذه القواعد، وأنا أقول وأكرر وأزيدها وصدعت بها في محافل عدة، نعم، كثير من الطلبة وكثير من الطلاب يرد من بلده على السنة المحضة، يرد من بلده على السنة المحضة، فما أن يرد إلى بعض البلدان وبعض المناطق ومنها المدينة مثلا إلا ويمرض بعد زمن لكثرة المرضى والممرضين، ليس في هذا الباب فقط أو في هذه المسألة فقط، بل في مسائل عدة، في مسائل عدة، مع أن أطباء هذه العلل موجودين، لكنه ما تلمس الطب عندهم، ما تلمس الطب والتطبب عندهم، فتراه يمرض ويزداد المرض وينقل هذا المرض إلى بلده، وينقل هذا المرض إلى بلده. فعلى كل حال أنا أقول لك الذين تكلم فيهم الشيخ مثلا كم عددهم؟ مثلا 10 20 30، لو عددت لن تستطيع أن تزيد على عدد أصابع يديك، أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا، في عمره المديد الذي بلغ نحو من 80 حفظه الله. كم الذين أصاب فيهم وكم الذين خولف فيهم؟ أنا أسأل، هذا العدد لنقل 10 ولا 20؟ كم الذين أصاب فيهم وحذر الأمة من مآخذهم وأصاب في التحذير؟ عدد. بعض أهل العلم وقف ممسكا في أوقات بعض الأزمات كمثل أزمة العراق واقتحام صدام للكويت، بعضهم أمسك وبعضهم خاف أن يتكلم، وصدع الشيخ وغيره وشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله وإخوانهم من أهل العلم صدعوا وبينوا، نعم، في حين أمسك جمع، في حين أمسك بعض الناس، ثم تبين للناس ماذا؟ صحة ما قالوه وحذروا منه. ووالله وبالله وتالله لولا أن الله سخر هؤلاء لبيان عوار تلك الفرقة وتلك النحلة الخارجة عن السنة، لوالله ما استطعت أنا وأنت أن ندرس في هذا المسجد، لكان صدام قد انتحل واحتل هذه البلاد وعاث بأهلها فسادا. صحيح؟ ولكن بين الله عز وجل وكتب لهم الفضل بعد توفيقه لهم، فأظهروا الحق وبينوه ديانة، لا يريدون بذلك حظا من الدنيا، ولو أرادوا لتقلدوا على المناصب الدنيوية، والناس يضربونهم عن قوس واحدة داخل البلاد وخارجها، وما ردهم ذلك عن قولة الحق، بل جعلوا أرواحهم على أكفهم، رحمهم الله، رحم الميت منهم وحفظ الحي. فالمقصد بارك الله فيكم أصابوا ورجع الناس إلى قولهم، فلما لا يحمد هذا الموقف ويعرف لأهل الفضل سابقتهم، وحذروا من أناس كثر، أليس كذلك؟ وتبين للناس عوار أولئك. فكونه وفق على جمع وخولف في البعض اليسير والنزر القليل في جنب ما وفق عليه، أهذا يوصف أو سبب لاطراح مقالات بعض أهل العلم؟ وليس كذلك. الحجة والبرهان هو الحاكم، وهذا أمر قد بينا عندما تكلمنا عن قضية أن الكلام في هذا الباب مبني عن الاجتهاد،
وما المراد بالاجتهاد وكيف النظر في هذا الباب، تذكرون هذا. والكلام هو الكلام ولا عندنا غيره، ولا نقلد أحدا. وقولنا نقول لا يقلد أحد ولو كبر في السن أو صغر، لا يعني ذلك عدم الاحترام والتقدير، ولا يعني ذلك التقديس والتترس لبعض الفضلاء ممن قوله خالف الحق. وقد بينا أن الإمام أحمد قد زكى بعض المتهمين ثم رجع إلى قول من هو دونه، وشعبة قد أثنى على بعضهم وغيره وخالفه، وما ضر الإمام شعبة وما ضر الإمام أحمد وما ضر الذين تكلموا. إذن هذه كما يقال شنشنة أعرفها من أخزى، وكما قلت المرضى كثير والممرضين أكثر، أو الممرضين أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يعيننا وإياكم على هذه الغربة. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.